صور يا زمان صور يا زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بحضراتكم في مساحة جديدة للرأي. من قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 من يناير عام 2011 سؤال يدوي صداه في أروقة القضاء المصري وفي المجتمع المصري ككل، وبخاصة بعد الحكم القضائي ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وستة من كبار مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي. لا نعلق بالطبع على أحكام القضاء، ولكننا نحاول أن نجاوب عن هذا التساؤل وتساؤلات أخرى كثيرة يسعدنا أن نطرحها في هذه الحلقة من مساحة للرأي على الدكتور سعيد مدين، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة. دكتور سعيد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين وأهلا بكل مستمعين ومحبي هذه القناة الجميلة. طبعا السؤال اللي بيطرح نفسه، من قتل المتظاهرين، برغم أن القاضي الجليل في هذه المحاكمة يمكن أشار إلى الطرف الثالث اللي احنا كنا بنسميه في الإعلام إن هو من الإخوان أو من جماعات مسلحة، من حماس أو من حزب الله. فهل يمكن توجيه الاتهام لأحد ما يشيل هذه القضية ويكون هو الفاعل الحقيقي وقتل بالفعل المتظاهرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي سؤالكم الضمني لما يحويه من ضمانة لهذا الشعب والتعريف بمن يجهل هذا الأمر. نعم. أولا، هذا الحكم الذي صدر لو احنا قربنا ليه ونظرنا له بنظرة فيها شيء من التروي والحيطة والحذر قبل ما نقول، هنلاقي أنه لم يصدر حكم بالبراءة. نعم. حقيقة الأمر كلمة البراءة لم تنطق في هذا الحكم. ولكن البراءة أتت على شكل. نعم. دون بحث موضوع. هي كانت التهمة في المرة السابقة الامتناع عن وقف. هقول الثلاث تهم. تمام. ونشوف الناس فاهمة الحكم خطأ. نعم. بداية الثلاث تهم اللي موجودين اللي هو القصور. والتهمة الثانية قتل المتظاهرين. نعم. والتهمة الثالثة اللي هي خاصة بالرشاوي التي أعطيت. احنا عايزين في حلقتنا نركز بعد إذن حضرتك على قتل المتظاهرين. الثلاث تهم دول الموجودين للأسف الشديد حينما عرضت القضية على القاضي الجنائي. القاضي الجنائي عندنا في مصر قاضي منقب. نعم. بيبحث عن دليل. لقى نفسه ممتنع عن بحث موضوع الدعوة. ليه؟ لقى واحدة فيها انقضاء دعوة عمومية. نعم. بمضي المدة، لأن الراجل بقاله 30 سنة والتهمة اللي منسوبة ليه أثناء توليته أو في مقتبل توليته الرئاسة. وجم حينما حلل السيد رئيس المحكمة، وكان اللي قايم ببناء هذه القصور هي المقاولين العرب. انتهت القصور دي سنة 97. ولكن سلمت سنة 2004. فقيل ان نبتدي الميعاد من 2004 ولا من 2000؟ قال لا، من تاريخ الجريمة ذاتها اللي هو 97. نعم. تكون هذه الجريمة قد انقضت بمضي المدة على هذا الرجل، ولم يبحث في ما إذا كان فعلا هناك رشوة أم من عدمه. حتى ولو كانت موجودة فهنا القرار شكلي، وهنا لم يبرأ، وإنما نظرا لوجود عيب شكلي في الإجراءات. هذا الأمر هو الذي تطلب هذا. وده اللي خلى يمكن التعديل بقى في قانون، هنقوله بقى في التعديل فيها جه. وده المفروض اللي نادى به السيد رئيس المحكمة. لأنه لقى إيده مغلولة عن توقيع العقاب على مسيء. نعم. هو جواه متأكد ان هذا الرجل قد ارتكب هذا الفعل. نعم. فناشد المشرع. ليه ناشد المشرع؟ لأن من قواعد التشريع عندنا هي الأحكام القضائية،
لأن القاضي الجنائي بيطبق النص على الواقعة، فهو الأدرى بعيوب النص حينما يوقع على الواقعة. وهو أقدر الناس على تنبيه المشرع إلى ما كان هناك من إغفال في نصوص. المعروف أن المادة 15 سيدي بتقول أن الجنايات 10 سنوات، تنقضي الدعوة العمومية في الجنايات ب10 سنوات، وتنقضي الدعوة العمومية في الجنح ب3 سنوات، وتنقضي الدعوة العمومية في المخالفات بسنة، باستثناء مخالفات المرور 3 سنوات. تنقضي فيها الدعوة، وده كان برضو نص مستثنى من النص العام. لأن المخالفة سنة. ولكن عشان جرائم المرور انت بتروح ترخص كل 3 سنين، فكل 3 سنين هتلاقي فيه 2 سقطوا، وهتبقى المسألة مش مرتبة وملهاش تمام. هنا أراد المشرع أن يتدخل في هذا النص أيضا ليضيف الجرائم التي يرتكبها الموظف العام. وأنا بقول النص حتى ليلة ما كان هذا الحكم منتبه له قلت أنه منذ تركه للوظيفة، لأن الترك ده قد يكون بتنحي، الشعب ينحيه، مش بقى لبلوغ المعاش او لبلوغ او لترك الوظيفه. الحقيقه جاء سريع ومناسب وفي توقيته ولكن لن يستفيد ولن يطبق على مبارك ولن يطبق على مرسي. مفيش تطبيق بقى أثر. ليه بقى؟ لان تطبيقا لقاعده القانون الاصلح للمتهم، فهذا الامر لا يمكن ابدا بحال من الاحوال ان يطبق عليه الا اذا كان هذا القانون الصادر هو الاصلح للمتهم. دي تهمه. يبقى هنا ما كلمش الراجل في مين افسد ومين ارتشى ومين كذا. قتل المتظاهرين. انت نسبت لي قتل المتظاهرين وكان النص صريح، وفجأة على مستوى الجمهورية اللي هم ال 283 وزدت واحد من سينا بقوا 284 مقتول. على مستوى وانحاء 1284 على المشاع. على مستوى على مستوى وانحاء جمهورية مصر العربية باكملها. نسبت هذا الامر. جيت في الشرقيه، المقتولين في الشرقيه نسبت للسيد رئيس مدير البحث الجنائي ومدير الامن، نسبت لهم قتل اللي في الشرقيه. وجيت على السويس برضو نسبت للمدير الامن والقيادات الشرطيه قتل بتوع السويس. وجيت في بني سويف كل اللي اتقتلوا اللي هم 1283 اللي كانوا موجودين دول كلهم نسبوا لاشخاص، وتم الفصل في هذه القضيه وبرئوا منها بحكم قضائي، ولا يمكن بحال من الاحوال أن تعاد تاني مرة أخرى لأن الحكم أصبح نهائي. يعني الطعن على البراءة بقى في حكم قتل المتظاهرين. ما فيش بقى براءة. ما فيش براءة. ما أنا هقول لحضرتك أهو ما فيش براءة. الحكم لم يصدر براءة، ولكن قال إيه؟ عدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيها. في إيه؟ في الأحكام اللي صدرت في المحافظات على القيادات الشرطية اللي الرئيس كان اللي هو مبارك واللي حبيب العدل بيرأسهم. كل حاجة على حدة. ده أنا بفنط لك بقى التهمة علشان تبقى الناس تفهم الحكم ده فحواه إيه. إذا لم يصدر حكم براءة، ولكن امتنع القاضي عن نظر هذه الدعوة. وعما إذا كان مبارك قد قتل أو لم يقتل، أو إذا ما كان حبيب العدل ورجاله ومعاونيه هم الذين قتلوا، لم يبحث في هذا الأمر. لأن الجريمة ذاتها اللي هم القتلة أو الشهداء في هذه الثورة الكريمة اللي ماتوا دول هم نفسهم اللي صدر عليهم احكام وكانوا بيتعاقبوا عليهم في جرائم اخرى مماثله. كمان ايه؟ انت ما ادخلتش مبارك ولا العدل متهم فيها، يبقى ضمنيا انت برأته كنيابه عامه، ما تجيش تقيم عليه الدعوه. وهنا اللي هو الامر بألا وجه الضمني. انت ما دخلتنيش متهم من الاول في القضيه دي وتم تبرئتها، جاي انت تعاقبني عليها. لا يعاقب الانسان على او لا يعاقب على الجرم مرتين طالما فصل فيه بحكم نهائي ولم يؤتى أنا بشيء في هذا الأمر. إذن آدي التهمة الثانية عدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيها. والأمر الآخر اللي هو ألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، لأن الاتهام لم يكن شاملا أبدا مبارك، وجيت بعد قبول النقض زودت لي هذه التهمة، وهذا الأمر خطأ قانوني فادح لا يمكن أبدا للمحكمة أن تقبله. أصبح مجموع هذه الأحكام كلها شكلية. لم يبحث من الذي قتل ومن الذي قتل. وعلشان كده هو فصل الدعوة المدنية عن الدعوة الجنائية. ليه؟ لأن مجال الدعوة المدنية هيكون أوسع ولن يقيد بالدعوة المدنية الجنائية. يعني الحكم الصادر ده ضد مبارك لا يمنع أبدا الثوار
نعم. ولا أسرهم من اللجوء إلى المحاكم المدنية لمعرفة القاتل الحقيقي، لمعرفة القاتل ومعرفة من الذي وقع في الخطأ، وهل هذا الخطأ عمديا أم كذا، حتى لو امتنع العقاب الجنائي عليهم. أيوة. لو امتنع العقاب الجنائي عليهم هذا الأمر ستدرسه المحكمة المدنية لتأتي بأن هناك خطأ قد ارتكب من قبل هذا الرجل. دلوقتي طعن النائب العام لمحكمة، هتكلم بقى في الطعن بقى ده بداية لو رفضت محكمة هذا الطعن، ما هقول حضرتك أنا معاك بسلسل لك الأمور عشان اللبس واللغط اللي موجود يفسر، والشارع يبقى مستريح لأن يعرف طبيعة هذا الحكم إيه مش الطبيعة. إذن من حقه، وهو قال كده وناشد السيد رئيس الجمهورية بأن تصرف لهم التعويضات الجابرة لهذا الضرر الذي وقع عليهم. يبقى بداية ونهاية احنا جلسنا على مائدة محكمة أخرى ستنظر الدعوة المدنية التي أقامها أهالي الشهداء منفصلة وستحقق فيها وتثبت إذا كان هناك ضرر ولا لا. طيب مين اللي هيتسئل بقى، مبارك ولا الدولة؟ والله إذا كان مبارك في تلك الوقت هو موظف عمومي وهو رئيس الجمهورية وأتباعه، هنا المسؤولية ستكون تقصيرية. أيوة. يعني بمعنى مسؤولية التابع على المتبوع. الدولة ستتحمل بمصاريف كل التعويضات التي تصدر مقياسا على مسؤولية التابع لمتبوعه، لأنها هي المسؤولة عن أعمال هذا الرجل الذي كان في ظل قيادته لهذه البلاد وأعوانه. وكان يعمل موظفا عاما في مثل هذه الأمور. فهنا حقوق هؤلاء الذين استشهدوا فداء لهذا الوطن وتضحية منهم لإعلاء كلمة الوطن وللحرية وللفساد الذي دام سنين طوال سيقرموا في النهاية من المحكمة المدنية وتعطي كل ذي حق حقه. وإن اضطر الأمر إلى كشف من الفاعل الحقيقي لهذه الجريمة سيكون ذلك بناء على التحقيقات التي تجريها. هذا بيتطلب وجود أدلة جديدة أو إثباتات جديدة أو هنا بقى أشكرك على هذا السؤال، ولكن في هذه الجزئية يقال أن هناك طرفا ثالث قد قام بالقتل. نعم. محكمة الجنايات التي نظرت الحكم وأصدرت الحكم من حق هذه المحكمة أن تعدل القيد والوصف. نعم. إذا كان لصالح المتهم لا تخبر المتهم ولا دفاعه به. إذا كان هذا القيد والوصف الجديد ده ضد المتهم تخبر المتهم ودفاعه، ويجهز وتؤجل كمان نظر الدعوة لحين تجهيز دفاعه، لأن النقد من قبل النيابة طبعا ده حاجة تانية خالص. إنما لو أنا جيت دلوقتي اللي قدام حضرتك وقلت أثناء ما المحكمة بتجري تحقيقات ظهر لها أدلة جديدة على أن هناك متهم آخر هو الذي قتل المتظاهرين، ماذا تفعل المحكمة في هذا الأمر؟ هنا القانون أباح لها في المادة 10 و11 من قانون الإجراءات أن تتصدى. ايه هي ان تتصدى بقى؟ تقول يا جدعان انا من خلال اجراء التحقيقات في الدعوه اللي قدامي دي وسؤال الشهود تبين ان هناك متهما اخر فلان الفلاني وتواترت الادله على ثبوت الاتهام في حقه 1 2 3، فبحيل الدعوه مره اخرى للنيابه العامه لادخال هذا المتهم وتنظر امام دائره غير الدائره وتبدا التحقيقات من جديد وتبدا التحقيقات من جديد. بس بامر مين؟ اذا لقى الدليل يرقى لحد الاتهام. نعم. اللي احنا قلناه هذا هو الوضع الذي كان ينبغي أن يكون لو أن المحكمة رأت أن الإخوان أو غيرهم هم القتلة. ولكن هي كان في سيديهات وفي حاجات متصورة، دي كانت بتتعرض على سبيل التشكيك. يعني لا غير اللي اتعرضت كان في حاجات اللي هي تم الحكم فيه ب3 سنوات على أحد الضباط بإتلافها وكل هذه الأشياء. نعم. ما هو دي من خطورة، ودي الإخوان اللي عملت فينا هذا الأمر. هي التي قدمت مبارك وأعوانه إلى المحاكمة العادية والمحاكمة، وده كان ببغية أنهم هتم فيه عملية مساومة على مبارك انه يطلع براءه مقابل اوضاع معينه كتير قوي كانوا هم فرضينهم. انما المفروض كانت هناك محاكمات سياسيه، المفروض كانت هناك محاكمات ثوريه، المفروض كانت هناك محاكمات شعبيه، او كنا نسمي هذه المحكمه هي محكمه الشعب حتى ياخذ الشعب حقه. لان رئيس في وسط ما هو رئيس استحاله تقدر تحصل على دليل يدينه طبعا طول ما هو موجود. وده ظهر قوي من الكاميرا اللي كانت موجوده على المتحف حينما وجد ان الفيلم كله محروق والموجود فيه لحد 2006 في الكاميرا ودمرت، والاسطوانات اللي كانت بتحمل فيها إدانة تم تدميرها وتم إدانة الضابط ب3 سنوات فيها. كل هذه الأمور كانوا بيمكنوا من عملها لأن كانت السلطة في أيديهم، وهذا ما حدث. دكتور سعيد، ما مفهوم لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية من قبل النيابة؟ مفهوم أن لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية أن النيابة العامة حينما لم ترى أن المتهم الأوراق حملت أدلة تدينه
وأن الأوراق بها أدلة يقينية تدين هذا الشخص، عليها أن تأمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية. نظير انعدام الدليل قبل هذا الشخص فيما نسب إليه من اتهام أو في الاتهامات اللي كانت بتحقق فيها. فإغفال المحكمة إدخال مبارك في القضايا التي أدين بها في المحافظات أو برئوا فيها كل هؤلاء ضمانة على أنه لم يكن شريكا في هذه الجريمة، لا بالاتفاق ولا بالمساهمة ولا بالامتناع السلبي كما قرر غيره. أو دكتور سعيد، حديثنا متواصل مع حضرتك في مساحة للرأي، بس اسمح لنا نشوف تقرير سريع لأهم ما تقول الصحافة حول هذا الموضوع ثم نعود للنقاش. من قتل المتظاهرين؟ سؤال يفرض نفسه بعد الحكم بالبراءة في قضية القرن على لسان صلاح منتصر، الذي أشار إلى أنه إذا كان الحكم هو دائما عين الحقيقة فإن حيثيات المحكمة كانت واضحة في تحديد هؤلاء القتلة. ويطالب ناجي الشهابي أجهزة البحث والتحقيق بالإجابة على هذا السؤال: من قتل المتظاهرين؟ وأيضا الإفصاح عن من هو الطرف الثالث، هل هم الأخوان أم مخابرات دولة أجنبية، لكي توضح الحقيقة وحتى لا نعطي فرصة لأعداء الوطن إحداث الفوضى من جديد. ويتساءل أسامة هيكل بعد قرار النائب العام بالطعن في الحكم ببراءة مبارك وأعوانه: هل من أدلة جديدة تغير هذا الحكم أم أن القضية ستدخل القضاء للمرة الثالثة ويخرج الحكم بالبراءة؟ ويتساءل أيضا فاروق جويدة: هل يمكن أن تتساوى الإجراءات الجنائية بحيث تسقط بعد 10 سنوات من مواطن عادي أو مسؤول كبير في المنصب؟ ويرى أن المسؤول يجب أن يحاسب عن كل يوم بقي في منصبه ولا يتساوى مع بعض أفراد الشعب في سقوط الجريمة أو بقائها. بينما يطالب مكرم محمد أحمد بضرورة الإسراع بتطبيق قواعد العدالة الانتقالية التي تضمن مساءلة الحاكم عن أخطائه السياسية، لأن المساءلة الجنائية وحدها لا تغني عن مساءلة سياسية. وتعليقا على التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات الجنائية في افتتاحية جريدة اليوم السابع: إن هذه التعديلات سوف تضع الأمور في نصابها بشكل أكثر تحديد حتى تكون أكثر إنجازا أو شفافية. سليمان جودة يرى أن على الدولة أن تذهب إلى إقرار مبادئ العدالة من أقصر طريق دون أن تعبأ بما إذا كان ذلك سيعجب هذا أو يغضب ذاك، ما دامت تلتزم بالقانون وتضعه سيفا فوق رقاب الجميع. وفي نفس السياق يطالب رامي جلال عامر الدولة بمعرفة الأطراف التي قتلت الثوار وتقديمهم إلى المحاكمة. دكتور سعيد مدين، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أهلا وسهلا بحضرتك من جديد. وعايز أسأل حضرتك على طعن النيابة على هذه الأحكام الأخيرة والتي حولت إلى محكمة النقد. هل تبدأ محكمة النقد في الإجراءات من جديد أم التصرف القانوني بالنسبة لها كيف سيكون؟ هو احنا دلوقتي وصلنا إلى أن الأحكام دي كلها اللي طلعت كلها إجراءات شكلية لا تغني ولا تسمن من جوع، ولم يحدد فيها من القاتل ومن المقتول، ولكن قام بحصر بعض الأشياء الخاصة بمن هم الشهداء ومن هم القتلى. محكمة النقد هي محكمة شغلتها الوحيدة الأولى في الدنيا وفي الآخرة هي توحيد الأحكام القضائية وتطبيق القانون على كل الوقائع كمسار إثباتها. لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بنص القانون. هذا الأمر بيقتضي منها أن تحاكم الحكم ذاته، لا تنظر إلى الوقائع. من الذي قتل المتظاهرين لا يعنيه هذا الأمر إلا حينما تنظرها موضوعا.
هذا الذي يحدث هو طعن للمرة الثانية. بتيجي الحكم بيبقى الحكم والمرة الأخيرة الحكم بيبقى مشمول على أسباب. إيه هي الأسباب؟ الحكم له برضو إجراءات شكلية وله إجراءات موضوعية. تمام. الإجراءات الشكلية المتعلقة بشكل الحكم، يعني صدر من محكمة استئناف 3 دوائر 3 قضاة، أن يكونوا القضاة الذين نطقوا الحكم هم الذين سمعوا المرافعة، أن تكون هناك ميعاد اللي هو ميعاد تاريخ الحكم مكتوب أسفل منطوقه. يعني لو أغفل هذا البيان بيضطر هنا بيبقى الحكم مجهل. وهنضطر يعني ما نقدرش نحسب المدة اللي احنا بنستعين بيها في قانون الإجراءات اللي هي 60 يوم لإجراءات الطعن بالنقض، فيعيب هذا الحكم. ثم تنتقل المحكمة فيما ذلك إلى القانون. هل القانون طبق في هذا الحكم ولا لم يطبق؟ هل تم تطبيق نص مادة للعقاب متناولة الوضع ولا طبق مادة أخرى غير التي شملها المضمون؟ هل هناك تخاذل في أسباب هذا الحكم وتناقض ولا لا؟ هل هناك قصور في التسبيب؟ يعني جيت أنا استدليت على في القانون يعني أنا جيت استدليت على براءة المتهمين من شهادة سعيد مدين. طيب اجي المفروض عليا بقى كقاضي اسرد مضمون شهاده سعيد مدين. اذا خلت الاوراق من سرد مضمون هذه الشهاده واكتفى فقط بانه نوه عن سعيد مدين، بيعتبر الحكم هنا في خطا وفي قصور في التسبيب. لان لازم يذكر مؤدى الدليل اللي استند اليه وازاي الدليل ده وصله للنتيجه التي يعني هذه الاسباب حملت على هذه النتيجه. حمل منطقي وحمل مشروع. هذا هو الذي يحدث امام محكمه النقض. فاذا ما رات محكمه النقض ان هناك فعلا خطا في تطبيق القانون أو قصورا في التسبيب أو فسادا في الاستدلال على ثبوت الوقائع أو تناقض في الحكم أو أي من العيوب التي تأتيها شكليا اللي احنا ذكرناها، عليها أن تنظر في غرفة المشورة هذا الطعن وتقرر بقبوله. بداية قبلنا الطعن شكلا وموضوعا، ثم تحدد جلسة لنظر الدعوة موضوعي لأنها هي التي ستتصدر. في هذه الحالة بقى يا دكتور إشارة القاضي إلى أطراف بعينها من جماعة الإخوان أو من حماس أو من حزب الله زي ما قلنا لا يعتد به أو إلا إذا الإشارة إلا إذا كان هناك من الأدلة التي تؤكد هذه الإشارة. أنت عايز تتهم الإخوان، هل الأوراق نضحت عن اتهام للإخوان؟ هل هناك أدلة تواترت؟ أنا مقدم سدهاية وبقول ومقدم تحقيقات اللي كانت حتى المحكمة رفضت ضم قضية الاتحادية. المحكمة التي أصدرت هذا وقالت في أسباب حكمها وردت على هذا الدفاع. قالت إنه مجرد هذه وقائع غير مرتبطة. يمكن يا دكتور كانت خلال 6 أيام اللي احنا بنحقق المحاكمة كلها تمت لمبارك على 6 أيام من 30 سنة، وبالتالي الاتحادية لا تضم إليه، لا تضم ولا لنا بها صلة. لأن لا هو في اتحاد في الموضوع ولا اتحاد في الأشخاص ولا هو متهم في أمور. ده المتهم هم كانت على سبيل الاستدلال والاسترشاد أنهم قتلوا وأنهم هم الذين قتلوا الثوار. دي كانت من ضمن الأدلة، بحيث لو كانت المحكمة رفضت هذا الدفع وقضي على مبارك وأعوانه بعقوبة هتبقى دي فيها شيء من أسباب الدفاع. يبقى في النقض يقول لك إخلال بحق الدفاع. ده كان من ضمن ألاعيب هذا الدفاع. لكن الدفاع لم يشترك في إبداء رأي. الأحكام كلها أخذت في إجراءات كانت كلها إجراءات لم ينظر إليها موضوعا. محكمة النقض لو قبل النقض ستعاد أمامها المحكمة مرة أخرى وتنظر في هذه الأمور وتنظر أيضا في كل السلبيات التي وضعت فيها ولها الأمر ولها التقادم بقى في القضايا الجنائية يا دكتور. هل هذا بيعطي مجال لهروب طبعا الوصول اليهم؟ طبعا. وانا كنت بأشيد قوي ما هذه الفرق ما بين الجرائم الثوريه والمحاكمه الثوريه والسياسيه والمحاكمه الجنائيه. انت جاي في ثوره تقدم. الكل قال انها ثوره بيضاء ولا يجب فيها محاكمات ثوريه ونكتفي بالقضاء. ما ينفعش. شوف سيدي في كل الثورات اللي كانت موجوده في العالم كلها اذاقت الشعوب التي قامت بتلك الامرين. بس ما كانش عندهم اخوان مسلمين. ده كان عندهم الرئيس المخلوع او الرئيس اللي هم خلعوه فقط والشعب. انما احنا بنحمل سلاحين.
احنا اصبحنا بنحارب ثوره من اجل العيش. شفنا اللي حصل في رومانيا واوكرانيا. أيوة. وشفنا معظم الدول، فرنسا قعدت 7 سنين عقبال ما الامر اصبح عندهم، او حينما اصبح الامر عندهم وصل لحد كل ما تتخيله حصل، وما كانش فيه اخوان مسلمين. نعم. لا، احنا الله يكون في عوننا كشعب. احنا بنقوم بثوره، وقمنا بثوره وفيها تغييرات، وكان فساد 30 عام. الفساد كان وصل لحد الذروه، الفساد كان خنق الدنيا كلها من مبارك ومن اعوانه. 30 سنه هي اتاخرت الثوره، لكن هذا التاخر الى ان اتى الحمد لله لم يكن ابدا لا مدبر ليها، ولم يكن ابدا على الاطلاق كان ليها قائد كما تصورنا او كما علمنا. أيوة. ولكن كانت الفلول والاخوان هم اللي تسابقوا الاثنين على ان يكسبوا هذه القضيه او يكتبوا هذه الثوره. ولكن نسوا ان الشعب واعي، والشعب بعد ثوره 25 يناير و30 يونيو اصبح واعيا واصبح عالما بكل شيء، ولن يهاب احد والحمد لله ان ربنا رزقنا برئيس الحمد لله له راي فطن وله راي غير خالص. كل هؤلاء البشر يعني بتعتبر كاشفه لوجود كثير نطقها امبارح في لقائه بالاعلاميين وشباب الاعلاميين، نطقها وقال مصر عاشت في فساد. الثوره دي اتاخرت على انها تاتي. احنا عشنا وشفنا سنين من الظلم. نطقها وهو يعلم ذلك جيدا. محتاجين لتطوير قوانين جديده طبعا. ده احنا سيمفونيه، ده المجلس النواب اللي جاي، مجلس النواب القادم ده يعني الله يكون في عونه، لانه ستقابله تشريعات جمه ومتفرعه لان كل التشريعات كانت بتخدم اغراض. وكانت مسيره الشعب في اتجاه واحد. انما تشوف بقى انت عشان تدي للشعب الحريه وينطلق، وتبقى القوانين دي بدل ما هي سيف على رقبته تبقى هي دفعه للامام علشان نبني مصر. من المعلوم طبعا يا دكتور ان القوانين يعني لا تفصل لمصلحه اشخاص، بس ما هو ده بقى اللي احنا غير شرعي. احد الاشخاص بيقول لي قانون الكيانات الإرهابية دي وقانون التظاهر مش ده محد للحريات؟ قلت له انت عندك دستور في 2014. مظبوط. هذا الدستور احنا ارتضيناه بما حمل من ضمانات لضمانة الحرية، لأن هذا الدستور فعلا الدستور ده من أجمل وأحلى الدساتير التي شهدتها مصر. قلت له هذا الدستور موجود، لو صدر قانون دلوقتي مخالف لهذا الدستور مصير هذا القانون إيه؟ سيرمى في سلة المهملات بحكم من المحكمة الدستورية. لأنه إذا خالف ما جاء بالدستور، وإذا انتهك أو انتهك الحقوق والحريات، هذا الأمر المحكمة الدستورية هتقول إن هذا الشيء غير متفق مع الدستور ونركنه. حتى لدرجة إن في المجلس العسكري كان صادر مرسوم بقانون رقم 6/2012 خاص بالأسلحة والذخيرة وتشديد العقوبات، وخلى العقوبة فيها المؤبد، ومنع القاضي من استعمال المادة 17. المحكمة الدستورية لغته لأنه مخالف لدستور 2014. يمكن المرحلة الانتقالية برضو اللي احنا بنعيشها في مصر هي كان لازم لها هذا الأمر. لكن أجمل حاجة إن حتى قانون التظاهر محدد له جلسة أمام المحكمة الدستورية في منتصف هذا الشهر. يبقى يا شعب مصر انتوا بقى لا عايزين منكم حد يقلقل افكاركم بشائعات ويقول ان الحكومه هتتسلط وان الحكومه هتقيد الحريات وانها تصدر قوانين. لا، انتوا لكم دستور تفخروا به، والدستور ده هو اللي هيضمن لكم الا يصدر قانون مخالف لهذا الدستور. وما يهمكوش الشائعات التي تشيع بين الناس. فالغرض منها هو اجلاسكم على المقاعد والانتظار طويلا، وهذا الانتظار سيدمر هذا البلد. احنا لا مناص لا مناص لنا ولا لأي مواطن في هذا البلد إلا اللجوء إلى العمل. هو اللي هيخلص هذه البلد مما تحدث فيها من أقاويل ومن كل ما يحدث من أفعال لا ترقى أبدا لأن نرتقي إلى حضارة. وقالها احنا كانت البرازيل كانت بتموت. حسني مبارك موت الشعب وقامت البرازيل وبقى اقتصادها بسم الله ما شاء الله بالعمل طبعا وبالتوافق. احنا اتأخرنا. سعيد عندنا نصف دقيقة في ختام هذه الحلقة. كلمات أخيرة تحب تختتم؟ الكلمة التي أقولها الحمد لله ان احنا رزقنا بإدارة تعي جيدا وتفهم جيدا فحوى ما يحدث في البلاد. هنعطيها المهلة
هنعطيها المهلة للإصلاحات بوجود خارطة طريق والسير في خارطة الطريق إلى أن يأتي المجلس التشريعي. ستنتهي كثيرا من المشكلات. احنا مش شايفين دلوقتي تقدم، لكن التقدم إن شاء الله وهو تدعيم الروابط، الحمد لله الروابط الخارجية بين الدول، رضاء الدول والتعامل مع مصر مرة أخرى والرجوع وعربيا وأفريقيا، كل هذه الأمور ستضر على هذا البلد إن شاء الله. استثمارات واسعة الأفق ستعطينا الأمل في الحياة، وكفانا ما نحن فيه. ومن قتل مؤمنا سواء كان عمدا أو خطأ فجزاؤه جهنم، وأما الدنيا دي فلن تبقى لا حال. ونرجو أن تكون هذا الأمر درس لكل المصريين، ونقف عن التناحر ونجلس على طاولة المفاوضات، ونعلم أن في النهاية المواطن هو الذي سيخسر. وأيضا أساس